السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وبكل سعادة. متابعين هتخس مع هبة الله، وحشتوني جدا جدا جدا. الفيديو مش هنتكلم فيه على الدايت. الفيديو أنا عاملاه رد على تعليق شفناه على الجروب عندي، جروب هتخس مع هبة الله. فهرد عليه بكل ذوق وبكل ادب وبكل احترام، لان انا مش طبيعتي ان انا هطلع اعمل هجوم على حد، ولا عامله القناه عشان نطلع نشتم في حد ولا نطلع نأذي حد. اولا مبدئيا كده هنقول الاول مضمون التعليق. الله اعلم اللي كتبت التعليق، هل راجل هل ست، الله اعلم بيها. طبعا الجروب بتاعنا عدده 300 ألف على مستوى العالم، فبالتالي انت مش هتحددي يعني هل الايميل ست راجل، ايا كان ست او راجل، التعليق لازم يترد عليه، وهيترد عليه بكل ادب واحترام. التعليق بيقول: يا هبة، المفروض عشان يكون فيه مصداقية تكوني انت وصلتي للوزن المثالي، عشان يكون فيه مصداقية، بما انك بتاعة تغذية وبتخسسي الناس. لكن الواضح في فيديوهاتك ان انت من وشك او من جسمك لسه مازال وزنك عالي. تمام كده، جميل جدا، رأيي يحترم. ولكن انا عن نفسي شفت التعليق وتقبلته جدا، ما زعلتش. ما حدش يفهم غيابي الفترة اللي فاتت، غيابي الفترة اللي فاتت كان لظروف مرضية مش اكتر. ولذلك التعليق انا عن نفسي ما ردتش عليه، انا حبيت ارد عليه بدلا من اني ارد عليه كتابة، اعمل فيديو، ويا رب يا رب يكون صاحب التعليق او صاحبة التعليق يكونوا متابعيني على القناة بتاعتي. واكيد طالما خدوا بالهم من وشي وخدوا بالهم من جسمي، يبقى اكيد متابعيني على القناة. اولا انا لما بدأت مع متابعيني انا ما كدبتش على حد. انا واحدة من الناس، الرد بقى اللي هيكون رد بكل ادب واحترام، ورأيك او رأيك يحترم ولازم نرد عليه. انا لما بدأت انا ما كدبتش على حد، واي حد في الدنيا كلها بيسألني انا برد عليه بكل امانة وبكل صدق، وبقول ان انا بعمل رجيم معاكم. انا من الناس اللي كان وزنها عالي جدا جدا، يعني انا وزني كان 125 كيلو. فضلت اعمل رجيم، قعدت سنة كاملة. جايز في متابعين فعلا جداد ما سمعوش الموضوع ده او اول مرة يعرفوه. فضلت فعلا اخس يمكن لحد ما وصلت ل 68 كيلو، يعني وصلت للمثالي لان انا اصلا طويلة. طولي حوالي 170. تمام كده. طيب، احنا بشر، يعني نزلنا ووصلنا للمثالي. حصلت حصلت ظروف مرضية خلتني ما قدرتش اكمل في الرجيم. مش لازم نعرف ايه هو المرض، لان دي حاجة طبعا ما تخصش حد، دي حاجة تخصني انا لوحدي. تمام. المقربين مني واهلي عارفين الكلام ده كويس، وعارفين الكلام اللي انا بقوله. فترة العلاج بتاعتي كان دور مرض شديد وتعب قوي، يعني ممكن اكون لو ما اتعالجتش منه كان ممكن هيوصلني للموت، اعافاكم الله. فضلت اتعالج منه حوالي من 6 شهور لسنة. في الفترة دي فعلا ما كانش ينفع امشي على رجيم تماما. حاولت كتير، كنت بقوم من على السرير بدوخ بقع، ما بقدرش اقف على رجلي اصلا. فبالتالي بعدنا عن الرجيم شوية، وحتى الدكتور قال لي لا نبعد حاليا دلوقتي، لان فعلا العلاج محتاج تاكلي كويس، ان العلاج فعلا شديد وهتفضلي، هناخد فترة علاج لمدة سنة. طيب طبعا في الفترة دي رجع وزني طلع فيها تاني، من مثلا كنت 68 رجع وصل يمكن ل 90 وال 95 كمان. طيب، هل ده يعبني ان انا افضل اكمل في الجروب؟ ما انا خسيت ووصلت المثالي، معنى ان انا حصل لي ظروف مرضيه خلاص عشان انا رجع وزني طرح تاني ما كملش في الجروب وما كملش في حلمي وما كملش في مساعده الناس اللي الحمد لله بفضل الله. الست اللي انتوا شايفينها ممكن تكون وزنها مش للمثالي حاليا دلوقتي، ولكن الحمد لله على ايدينا وبفضل الله ناس وصلت الى المثالي ونزلوا بال40 وال50 كيلو وبال30 كيلو. وطبعا الجميع عارف الكلام ده، مش بقوله مجرد كلام وخلاص. رجعت اعمل رجيم ودايما بقول لكم انا بعمل رجيم معاكم. وحاليا دلوقتي
حاليا دلوقتي وزني مش مثالي، برضو وزني فيه زيادة. طبعا انا ما بكدبش، كان وارد جدا ان انا اطلع على القناه بتاعتي، على فكره ما اظهرش. كتير جدا بيعملوا قنوات ما بيظهروش، بيطلعوا صوت بس. لكن انا ما كدبتش على حد، انا طلعت صوت وصوره، وطلعت بوشي وطلعت بجسمي. ولكن انا طالعه، مش طالعه اتباهى بجسمي ولا بلبسي ولا بشكلي ولا بوشي ولا بشقتي ولا ببيتي. لا طبعا، احنا عندنا رساله نقدر نفيد بيها غيرنا، عشان يدعي لنا دعوه تقعد لنا. فبالتالي انت حضرتك لو رايحه لدكتور، هل هتوزنيه قبل ما تروحي تتابعي عنده؟ احنا بنخش على دكتور بيقول لك ممنوع التدخين وهو قاعد يدخن، تمام. دكتور النساء ممكن يكون عقيم ما بيخلفش. فوزني دي حاجة تخصني انا وبس، محدش له علاقة بيها تماما. اخس اتخن تخينة رفيعة طويلة قصيرة، اظن دي حاجة تخصني انا لوحدي. لان انا زي ما قلت لكم مش طالعة اتباهى لا بجسمي ولا بوشي. مش لازم عشان اطلع اقول لك خسي او اديك نظام تخسي عليه اطلع لك عظم على لحمة عشان تقتنعي ان انت لازم تخسي. انت بتخسي لنفسك انت بتتبعي النظام عشان مصلحتك انت، مش مصلحتي انا، تمام. ف... فانا ما كدبتش على حد، ولا طلعت خبيت نفسي، ولا طلعت من ورا الكاميرا واتكلمت، ولا بطلع اشتم في حد، ولا بطلع اغلط في حد، ولا بطلع اعمل نيولوك واقول انا عملت نيولوك وارفع الطرحه واقول بصوا النيولوك وشوفوا النيولوك، ولا بطلع اشتم في حد، ولا. الحمد لله انا متبعه المحتوى بتاعي. كون ان خسيت او ما خسيتش وزن كبير، انا عاجبه نفسي وراضيه بنفسي كده. ومتابعيني كلهم عارفين الكلام ده، وعارفين الظروف اللي انا مريت بيها وحصلت لي. فده مش هيكون عيب حد يجي دلوقتي يحاسبني عليه ويقول لي المفروض تكوني وزنك مثالي عشان المصداقية. لا، المصداقية موجودة، لان انا ما طلعتش ضحكت على حد. شكرا لكل اللي رد عني. انا شفت التعليقات بتاع الردود الجميلة، يعني كان ده يكفيني، ما كانش ينفع ارد انا تاني كتابة، لازم ارد في فيديو. عشان يا رب يكون اللي كتب التعليق متابعني على القناة ويشوف كلامي ده. رأيك فوق دماغي، ما اقدرش ان انا اطلع اغلط فيك ولا اقول انت ليه كتبت التعليق ده. حقك تكتب التعليق، ولكن حقك تسمع الرد مني بكل ذوق وبكل ادب وبكل احترام. راعوا ظروف الناس، محدش عارف ظروف الناس فيها ايه. فبلاش نحكم على الناس من الظاهر اللي احنا شايفينه. كل إنسان عنده حياته وعنده ظروفه وعنده أمراضه وعنده تعبه. ولكن إحنا الحمد لله بفضل الله سبق كان عندنا إرادة ونزلنا من 125 كيلو ل 68 كيلو بدون برشامة بدون عمليات، بمشي فقط. الظروف اللي جدت بعد كده دي أمر الله، محدش له علاقة فيها، أمر الله، وكنا راضيين بيه الحمد لله بفضل الله. وراضيين ومستمرين، حتى ولو خسيت حتى ولو ما خسيتش، المهم ان انا مستمرة ومكملة معاكم في حلمي. ربنا يوفقكم يا رب. واتمنى الفيديو يكون عجبكم ويكون ردي على التعليق يكون رد ما فيهوش زعل حتى لصاحب التعليق نفسه. وتاني، كل الناس اللي ردت على التعليق بشكركم جدا. يكفي الكلام الجميل اللي انا شفته ده. بشكر اللي كتب التعليق، حقيقي بشكرك. عارف ليه؟ لانك خلتني شفت الناس الجميلة ظهري اللي ردوا عني. قد ايه ناس جميلة، قد ايه ناس انا فرحت بيكم، قد ايه حسيت ان انتوا فعلا ظهري وعيلتي التانية. لما شافوا تعليق ممكن يزعلني، الدنيا اتقلبت ودخلوا ردوا. حسيت كده من الستات دول رجالة، انتوا فعلا رجالة. بشكر صاحب التعليق، بشكر اللي ردوا على التعليق. كلكم فوق دماغي وكلكم بشكركم. ولكن كلمة أخيرة، بلاش نحكم على الناس من الظاهر. وتاني، أنا ما بطلعش أتباهى لا بجسمي ولا بشكلي ولا ببيتي ولا بشقتي. أنا عندي رسالة عايزة أوصلها، اللي هيتبعها فوق دماغي، واللي مش عايز يتبعها برضو فوق دماغي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.